السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. جايب لك النهارده نسخه بتشغل ارقام المحظور معدل بنسبه 100%. يعني اضمن ان رقمك هيتفك في النسخه ديت، تمام؟ وهقول لك كمان ازاي تفك رقمك وتشغله على اي نسخه معدله في المجال. بس قبل ما نبدا الشرح، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وحط لايك على الفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. جاهزين يا عتاوله؟ يلا نبدا الجوله. اول حاجه الشرح هيكون عن نسخه الجي بي. هنفتح النسخه. طبعا نسخه الجي بي معروفه وغنيه عن التعريف. استنى النسخة لحد ما تفتح ويديلك كل الأذونات اللي هتطلبها منك. بعدين دوس على المتابعة بعد ما تختار اللغة. بعدين دوس على الموافقة والمتابعة، واديلها الأذونات تاني إن هي توصل الإشعارات والكلام ده. وهنا هتكتب رقمك المحظور معدل، تمام؟ أنا بعد ما كتبت الرقم ده، الرقم اللي هو محظور معدل، هتدوس على كلمة التالي وتستناه لحد ما يجيب لك متابعة وتعديل، تمام؟ هنا بيقول لك هنا تعديل ونعم، هتدوس على كلمة نعم، بعدين دوس على كلمة متابعة وادوله السماح برضو. وهنا بيقول لك جري ارسال الكود، وانا هسيب الفيديو زي ما هو كده عشان اثبت لك ان النسخه هتطلب الكود والكود هيوصل زي ما انت شايف. طالما قال لك انتظر دقيقتين يبقى الكود هيوصل والنسخه بتشغل الارقام محظوره معدل. هنا الكود وصل بالفعل زي ما انت شايف، وهو بيتحقق لوحده، يعني مش انا اللي حاطط الكود كمان. بعدين تدوس على كلمه متابعه، بعدين تديله برضو الاذونات اللي هيطلبها منك، وتيجي هنا تحط اسمك بقى، تمام؟ عايز تحط الاسم، مش عايز تحط براحتك. عايز تحط حرف واحد برضو عادي، انا اكتب مثلا اسم كيمو. بعدين دوس على كلمة التالي. هنا مش عايز اضيف عنوان ولا اي حاجة، دوس على تخطي وتستنى النسخة تفتح معاك. ولما النسخة تفتح هعرفك ازاي تفك رقمك او تشغله على اي نسخة تانية، تمام؟ زي ما انت شايف النسخة فتحت وحملت الدردشات كمان اللي هي كانت على الرقم قبل ما افتحه اصلا، تمام؟ زي ما انت شايف النسخة، يعني هي طبعا جي بي مش فيها اضافات كتير. بس النسخة هقولك ازاي تفك رقمك المحظور معدل منها دلوقتي، تمام؟ زي ما انت شايف عندك هنا الدردشات، وتحت المستجدات هنا بعدها مجتمعات، بعدين اخر حاجة المكالمات، تمام؟ وتعالى الاول هعرفك الاضافات اللي في النسخة عشان تكون عارف النسخة فيها ايه قبل ما تنزلها. لو دوست على الثلاث نقط اللي فوق على الشمال، عندك هنا الميزة بتاعت راستر النسخة. لو نسخة هنجت معاك وتحتها رسالة لرقم غير محفوظ، تمام؟ تعال نخش على الجي بي سيتنج اللي هي تاني واحدة. زي ما انت شايف ده البرايفسي عندك، اول حاجة الحماية والخصوصية. طبعا كل الحاجات ديت بتاعت الاعدادات اللي هي بتاع النسخ البلس العادية. وعندك هنا قفل الواتساب والكلام ده، تمام؟ ديت كلها اعدادات عادية تخرج منها. وعندك هنا اضافات، هنا لو عايز تنزل اي خلفية فبيبدأ ان هو بينزلها لك. وعندك هنا التحديثات، طبعا النسخة اخر تحديث، والنسخة ما فيهاش يعني اضافات كتير. ولو عايزيني اعمل نسخ معدلة زي اللي انا كنت بعملها الاول وخلالك تشغل ارقام المحظورة، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، تمام؟ لان ديت كلها اعدادات اللي هي البلس العاديه. بس الميزه في النسخه ان هي هتفك لك رقمك المحظور معدل. طيب ازاي ان هي هتفكه يا عم كريم؟ اسمع بقى الكلام عشان انا هقول لك دلوقتي ازاي تفكه، تمام؟ دلوقتي بعد ما تنزل النسخه هتشغل عليها رقمك المحظور معدل، هيفتح معاك بنسبه 100%، تمام؟ دلوقتي بعد ما فتحت الرقم، هتسيب الرقم على النسخه لمده اسبوع. عايز تبعت لاصحابك واصحابك يبعتوا لك عادي جدا، مفيش اي مشكله. المهم ان الرقم يفضل شغال على النسخه لمده اسبوع، تمام؟ بعد الاسبوع اللي هو هيبقوا 7 ايام، تبدأ انك تاخد رقمك وتشغله على اي نسخة تانية معدلة، هيفتح معاك بنسبة 100% برضه، تمام؟ كده يبقى انا حلت لك المشكلة. عندك هنا طبعا نسخة بتنزل الستيت الستوري والكلام ده برضه بتنزل. انا هنزل الستوري قدامك حالا. وهنا طبعا بتغير اللون، كل الكلام ده انتوا عارفينه. هندوس على ارسال، وكده الستوري اترفع معانا زي ما انت شايف، بيقول لك هنا تم ارسال الحالة، تمام؟ وهنا هو زي ما انت شايف. بس النسخة طبعا فيها اعلانات، والاعلانات ديت يعني برضو هنزل لك حل لها قريب وان شاء الله رقمك يتفك بالطريقة اللي انا قلت عليها. لو انت ما كنتش مركز فانا هقول لك الطريقة تاني مرة عشان تبقى مركز معايا. الطريقة ان انت هتسيب رقمك على النسخة ديت لمدة اسبوع، تمام؟ تفضل مشغل الرقم، عايز تشغله حد يبعت لك عليه او انت تبعت لحد برضو عادي، تمام؟ اهم حاجة انك تسيب الرقم على النسخة ديت لمدة اسبوع، يعني 7 ايام بالظبط، تمام؟ بعد ال7 ايام هتبدأ انك تنقل رقمك على اي نسخة معدلة تانية نفسك فيها. بعد ما تنقله هتلاقيها اشتغلت معاك عادي جدا، والنسخة فتحت معاك، وكده رقمك اتفك من الحظر المعدل نهائي. يعني هو كده هيتفك، يبدأ ان هو يشتغل على اي نسخة تانية بعد كده، تمام؟ وزي ما انت شايف ده طبعا اللي هو الدارك مود واللايت مود. ده اللايت زي ما انت شايف هنا طبعا وضع الطيران اللي هو بيخليك ما تستقبلش اي رسائل ولا تبعت اي رسالة. نرجع تاني للدارك. طبعا الدارك بيبقى حلو شوية، بيبقى هادي للعينين والكلام ده. فزي ما انت شايف ديت النسخة يعني وكل ما فيها. والنسخة يعني حاجة برضو قلت لك ازاي تفك رقمك، وانا منزلها عشان بس ان هي تفك رقمك. غير كده هي مش ما فيهاش اضافات ولا فيها اي حاجة. فلو انتوا عايزين الاضافات والنسخ المعدلة اللي انا كنت بنزلها قبل كده، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا انزلها ان شاء الله الفيديو الجاي.
بس كده يا اخواتي، اشوف الشكر على خير الفيديو الجاي، سلام.